فعلا احنا المصريين اصل العرب. هو ممكن أسألك سؤال؟ هو من أين أتى العرب؟ من أي جزيرة ولا من أي هوية أو من أي قبيلة أو الكلام ده؟ تعرفي؟ لا. طيب تعرفي أنت المصريين أصلا قبل ما يكونوا عرب أو افترضنا إنه عرب، هل كانوا بيتكلموا عربي؟ مفيش رد، صح؟ تعالي معرفش. النهارده نقول لك ونقول للناس اولا يا اخوانا في حاجات كده احنا مشتهره اليومين دول لازم الناس تبقى على درايه وعلم بيها. يعني مثلا انا ذكرت الفيديو الماضي ان الرئيس السادات الله يرحمه قال: نحن اصل العرب وهم الذين ينتسبون الينا ونحن لسنا الذين ننتسب اليهم، لان هاجر ام اسماعيل واسماعيل هو ابو العرب. طب الكلام ده صح؟ صراحه في جزء من الصحه وبعضه غير صحيح علما وعملا وموضوعا. طب ليه؟ خلاص احنا كده بنحلل مقولة الرئيس السادات الله يرحمه رحمة واسعة. ليه يا اخوانا؟ لان سيدنا اصلا سيدنا ابراهيم لما كان بمصر، احنا هنعمل فيديوهات بعد كده، هو سيدنا ابراهيم كان بيتكلم بأني لغة وكيف نزل مصر ولماذا نزل مصر، وهو اصل سيدنا ابراهيم كان منين، ولما نزل مصر نزل مصر ليه اصلا، ولما نزل على مصر كانوا بيتكلموا اي لغة. طيب سيدنا ابراهيم لما كان في مصر يا اخوانا اهدى اليه ملك، الملك المصري اللي كان عايش في مصر اهداه السيدة هاجر رضي الله عنها وتزوجها وأنجب منها سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ابن كثير رحمه الله تعالى والإمام الطبري وغيرهم من المؤرخين الذين ذكروا في هذه الحقبة الزمنية ذكروا أن نبي الله إبراهيم لم يكن يتحدث اللغة العربية، وأن السيدة هاجر لم تكن تتحدث اللغة العربية، وأن سيدنا إسماعيل حتى هذه اللحظة لم يكن يتحدث اللغة العربية. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيدنا ابراهيم لما ترك السيده هاجر عند في المنطقه في شبه الجزيره هذه، بعد ان تركهم وذهب، ايه اللي حصل؟ نزلت قبيله من قبائل اليمن. ركز معايا لانك هتلاقي ان اليمن داخله معانا وهتلاقي قصه عجيبه جدا. في قبيله من اليمن تسمى بقبيله جرهم، وهم من العرب العاربه، وده بينقسم لقسمين. عارف ايه هم العرب العاربه؟ لا. ودي نقطة تانية، العرب العاربة غير العرب المستعربة. نحن المصريين والعرب اللي احنا عايشين معاهم دلوقتي سواء في السعودية او في الامارات او الكويت او قطر ايا كان، دول من العرب المستعربة وليست من العرب العاربة. العاربة دول من قبيلة قحطان، وقحطان ده كانت قبيلة في اليمن. أصل العرب أصلا كانت قبيلة في اليمن، كانت قبل سيدنا إسماعيل بقرون كثيرة. تزوج سيدنا إسماعيل رضي الله عنه من هذه القبيلة وتعلم منهم اللغة العربية. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ وفي مستدرك الحاكم: أول من فتق لسانه باللغة العربية هو إسماعيل ابن إبراهيم